السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في مطبخ شاف مجيد. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الكيكه عائليه ناجحه من اول مره غادي توجدوها ان شاء الله. وفي نفس الوقت غادي نوجد معكم صلصه الشوكولا بطريقه كتير سهله وسريعه التحضير كذلك. ما عليكم الا انكم تشجعونا بتعليقكم الجميله والجيم والاشتراك والبارطاج. اذا على بركه الله ندوزو ونشوفوا طريقه التحضير مع المقادير. بسم الله. راح نحتاجو 5 بيضات من درجة المطبخ، يعني حجم كبير. راح نحتاجو قليل من الملحة، كيسين من الفانيلا، مايونيز 16 غرام، كيسين من الخميرة نفس العبار، 200 غرام من السكر، 300 غرام من الدقيق، 200 مليلتر من زيت المائدة، و 100 مليلتر من الحليب درجة المطبخ. هنا أول حاجة وضروري نبداو بها هي أننا ناخذ الزيت ونمزجوه مع الحليب ونضربه بواحد الضرب عادي حتى يتمزج وكيعطينا الشكل بحال شي ياغورت، وهذا كيساعد اننا ما يطيحش لينا ملي كنضيفوه للبيض. بهذه الطريقه هذه كتشوفوا وهذه عمليه ضروريه 100%. هنا غادي نجيو نضيفوا البيض للآلة، ولكن ضروري انكم تستعملوا طراب آلي لان خصنا نطلعوا الحجم ديال البيض. هنا بسم الله غادي نضيفوا البيض. بسم الله. من بعد نضيفوا الفانيلا 16 غرام، وغادي نديروا الآلة تشتغل حتى يتضاعف الحجم. هنا شويه بشويه غادي نبداو نضيفوا السكر، لان الا ضفنا السكر في دقه واحده كيحرق لينا البيض، وديجا قلت لكم هذه الطريقه دائما. اذا دائما نضيفوا البيض السكر للبيض شويه بشويه. في هذه المرحله هذه غادي نضيفوا خميره الحلوى الدقيق ونمزجوهم مزيان. ومن الأحسن أنكم تغربلوا هاد الخميرة مع الدقيق باش كينسجم 100%، أو استعملوا ملعقة على شكل هكا. هنا غادي نضيفوا القليل من الملح. هنا وقفت الآلة، لكن انتم ما تحاولوش توقفوا الآلة، خدموا مباشرة عادي عندكم. هنا بعد ما ضفنا السكر كامل وطلع حجم من البيض اللي بغينا كي كتشوفوا، غادي يجي الان وغادي نبدا نضيفوا الحليب مع الزيت اللي وجدنا. نبدا نضيفوا دابا على شكل بحال الطريقه باش كنطلعوا يعني المايونيز تقريبا ما بين 18 ل 20 سنتيمتر. نديروا له الدقيق والزبده ديالو باش ما يلصق ليناش الكيكه. اذا هنا غادي نبداو ان شاء الله. فقط هاد الكيكه راه غادي ماري بفران يكون بارد، يعني 150 درجه، نشعلوها وندخلوها مباشره، نشعلوها للفوق ولتحت. هنا كتشوفوا وقفت الآلة. غنضيف الدقيق شويه بشويه، وغادي نخدم بطريقه باش كنت كنخدم لا جينواز، يعني نبدا نحرك لا سباتيل وندير الدقيق شويه من قدام وهكا هكا حتى ندخل كل هذا الدقيق لهاد لاباري هذه. هنا الشكل ديالها النهائي ما جارياش وما ثقيلاش، وحتى الدقيق ما كيبانش فيها. اذا بسم الله غادي نحاول نجيب القالب ان شاء الله. لا نبدا نضيف هاد لاباراي، وديما نحاول نهز الفوق هاد لاباراي اللي كنضيفها للقالب باش تبقى ديما تحافظ على الهواء ديالها. كي قلت لكم الفران ضروري يكون على درجه 150 حتى 160، لكن خليوه نتوما على 160 ودخلوا مباشره، ما تسناوش حتى يسخن مباشره. وغادي نديروا هاد الكيكه يعني نديرها في الطبقه الثانيه من الفران، يعني ماشي نطلعوها لكل شيء، يعني نحسبوا من التحت واحد جوج ونحطوها. وغالبا الفرن كيكون فيه الارقام بالجنب، نشوفوا رقم جوج ونحطوا فيه الطاوه ديالنا. ومن الاحسن تكون الكريل اللي كاينه تحتنا، يعني ما تكون ديك الشبكه بحال هكا كنشوفوا الشبكه اللي تكون، ما تكونش الطاوه، باش انها يطيب لينا هاد الكيكه من كل الجوانب. هنا هذا هو النيفو فاش غادي نديروها. وسمحوا لي حيت مشى لي الصوت، داكشي علاش كنعاود الفيديو بصوت خارجي. هنا غادي نبدا معكم في لاصوص الشوكولا اللي غادي نخدموا. هاد لاصوص ما كطيب ما والو، وساهله وممكن توجدها في اي لحظه، يعني مكونات سامبل. 4 اشياء فيها. اول حاجه غادي نستعملوا حليب مركز، 400 غرام من الحليب المركز، 150 غرام من الشوكولا بودر، يعني الكاكاو بودر،
ولا بغيتها تكون متلوقه شويه غادي تنقصوا تقريبا واحد معلقه حتى لجوج معالق باش تكون لاصوص جاريه. هنا غتجينا شويه ثقيله، ولا بغيتو كذاك ثقيله تقدروا تضيفوا ملعقه اخرى، ما كاين حتى مشكل. هنا غادي نحاولوا نخدموا بلا سباتول ديالنا. من بعد غادي نحاولوا نستعملوا الفوي ديالنا. هنا الا بغيتو كي قلت لكم انها تجي جاريه، جاتكم مثلا ثقيله وبغيتو تكون جاريه، ضيفوا لها فقط الحليب عادي اللي غتضيفوا لها هنايا. بسم الله غادي نستعملوا الفوي، وهنا غادي نضيفوا زيت المائده. غنحتاجوا تقريبا ما يناهز في هذه الكميه 3 ملاعق. وغادي نحاولوا في نفس الوقت فاش كنضيفوا الزيت شويه نبدا نضربوا بالطراب وهكا حتى نكملوا الزيت اللي عندنا، وكيعطينا واحد اللمعان هائل لهاد صلصه الشوكولا. ونقدروا نستعملوها لاي حاجه بغينا. ها الكيكه ديالنا وجدات ان شاء الله كي كتشوفوا، حيتها من الفران وخليتها تقريبا في الفران. بعد ما طفيتو خليتها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق والفران محلول حتى حيد داك السخونيه من الفران عاد خرجتها باش ما طيحش بعض المرات. هذاك الشوك ديال الحراره كيأثر عليها. تيستيناها لقيناها مزيانه، ما بقاش فيها داك الليكيد ديك العجينه في الداخل، صبحت مزيانه. اذا غنفتحوا لها القالب ديالها. ما شاء الله كي كتشوفوا واحد الكيكه اللي هائله، الرائحه ديالها عاطيه بديك الفاني ما شاء الله، يعني فاش بشعار طبا ما شاء الله. انا كنقول عاودكم هادشي وكنعاود لكم داكشي اللي عشت. هنا غنحاول نقلبوا القالب في الكيكه او في البلاطو. كتشوفوا هنايا نحاول نحيدوها، هي بسهوله غادي تحيد حيت كان القالب شويه سخون من تحت. عطاتنا الشكل ديالها، وانتم حسب القالب اللي عندكم والشكل ما يعني بغيتو ديروا شي زواقه راه كتجي فيها مزيانه. كتشوفوا هنا في هذا القالب هذا الشكل ديالو. هنا غادي نجيو نضيفوا لها الشوكولا اللي وجدنا على الشكل هكا. هنا فقط كبيت على الشوكولاط، ما درت حتى شي حاجه، خليت داك الشوكولاط كنكب بشويه 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 بشويه. هنا فين مشى ليا الصوت ومشى ليا كلشي ديك البارت الفيديو، ولكن الحمد لله داك التعب ما مشاش على والو لان لحقت الفيديو. اذا غنكمل الشوكولا. اذا بعد جميع المراحل اللي شفنا مع بعضنا الكيكه ديالنا اصبحت جاهزه. كي كتشوفوا شهيه. لاصوص ديالنا اللي درنا فوق منها شاط لينا منها كميه ثانيه اللي نقدروا نستعملوها كي قلت لكم في التورتات، او نستعملوهم كذلك في لي كريب او لا اي حاجه حبيتو. اذا بسم الله نقطع معكم هاد الكيكه. كتشوفوا يعني رطبه ما شاء الله، يعني تستاهل انكم توجدوها. سنستعمل لانها باقي سخونه، هي خصني نخليها تبرد شويه، لكن غنعاود نقطعها هادي. بسم الله. كتشوفوا الشكل ديالها رطبه بمعنى الكلمه، وما كتجيش مدقسه كتبان لكم هنايا. يعني ما شاء الله شهيه بمعنى الكلمه، والرائحه ديالها تبارك الله يعني كتجي رائعه. بسم الله. شوفوا ذوقوها مع بعضنا. توقع نشوفوا الطعم ديال الكتاب. بسم الله. رائعه، تستاهل انكم توجدوها بالاخص في رمضان. يعني اش نقول لكم، راه شهيه بمعنى الكلمه ورطبه. كتشوفوا بصحه وراحه. اذا ما علينا نقول لكم تلقاو في وصفه جديده في مطبخ الشيف مجيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.